السلام عليكم متتبعين ديال الامنيه المكنسيه، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا غادي يكون على الكعبه، العجينه ديالها، الطريقه كيفاش غادي نشكلوها والطريقه ديال العقده ديالها، كلشي غادي ندوزو على بركه الله المقادير والطريقه. اول حاجه انا بديت بالعقده هي الاولى. عندي هنا كيلو ديال اللوز، درت به 2 معالق كبار ديال الزبده، زبده نوعيه جيده. غادي ندير معلقه صغيره ديال المسكه الحاره، غادي ندير معلقه ديال الجليكوز. هذا الجليكوز هذا كيخليها كيعطيها واحد تعليكه زوينه. بالنسبه للوز كما قلت لكم دائما انا كندير، هو القاعده ديالو كتكون كيلو ديال اللوز فيه نص كيلو ديال السكر السنيده. انا ما كنديرش داك نص كيلو كامل ديال السكر، انا دائما كندير 400 غرام، تنقص ديك 100 غرام من خلاص من ديال السكر باش ما يجينيش حلوه بزاف. صافي غادي نعجنها مزيان وخصها تدلك، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه. دائما باش كتحس لينا داك الذوق، تحسن الذوق. انا كنعجن وانا كنزيد داك الماء الزهر، من نشوفها رطابت ليا في يديا صافي غادي نحبس. صافي من بعد ما عجنتها هانتوما كتشوفوا هي جايه رطبه، ما قاصحه ما والو، ما كتطلق ليا لا زيت لا حتى شي حاجه. الزهر ما عندوش العبار، الزهر تيبقى على حسب النوع ديال اللوز. اذا كان ناشف كينزل لكم الزهر بزاف، ولكن الا كان ميدم راه ما كاينش الزهر. انا الكعبه ديالي كندير فيها 18 غرام، ولكن الا كان عندكم مناسبات عرس ولا اسبوع ولا شي حاجه كديروا فيها غير 16 غرام. صافي غادي نحرب لها كامله بحال هكا على هذا الشكل ان شاء الله، وندوز معكم الطريقه ديال العجينه. بالنسبه للعجينه البنات عندي 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، عندي 160 غرام ديال الزبده، وعندي معلقه كبيره ديال العسل وقبيصه ديال الملحه. صافي غادي نرملها مزيان. صافي كنحاول هكا نديرها، طارت ليا كاع مع قاصحه الزبده كانت في الثلاجه. المهم رملوها مزيان، وانا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي غادي تجيكم ان شاء الله. العجينه ديال الكعبه رطبه بزاف وهشيشه وما كتقصح لكمش، واخا تخليوها محلوله ما تقصحش. صافي دابا غادي ندوز ندير واحد الكاس ديال الزهر. صافي واللي بقى غادي نكمل بالماء. غادي نعجنها ونجمعها، راه ما كتعجنش هي، ماشي كدلك بحال ديال المسمن ولا شي حاجه، لا هي غير كتجمع. صافي صافي انا كما كتشوفوا انا جمعتها. دابا غادي ندوز نقطعها، غادي نديرها كويرات صغيورين وغادي نحرب لها بحال هكا، وغادي نديرها في شي بلاطو، غادي نديرها في صغار غطيها بالسلوفان وغادي ندخلها للثلاجه. غنخليها واحد الساعه ولا 2 سوايع غادي نوض نخدم بها. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نخدم معكم. واخا انا راه الحقيقه راني خدمت شويه، قربت نساليها، ولكن غنخلي واحد شويه نوريكم كيفاش الطريقه باش كنلويها. صافي كنورق العجينه شويه هكا بالدلاك، كندوزها في الرقم. انا عندي الرقم 1 هو الكبير ورقم 6 هو الصغير. غادي ندوزها في الاول في الرقم 1، وغادي نعاودها في رقم 5 ما قبل الاخير. وراه كاين اللي كيكون عنده الرقم 1 هو الكبير، هو الصغير زعما. غادي ندوزها هكا مزيان. انا راه كتعذبني هاد الطبله هذه في الخدمه، حيت ما عندهاش ديك الحشيفات الصقليه هذه، شويه عذباتني، ولكن معليش عينا بالخدمه واقفين. نجيو زعما لهنايا نخدمو جالسين. صافي هانتوما، واللي ما عندوش هاد الوراقه هذه يدير غير الدلاك، حتى الدلاك غير ما تبقاو تخدموها تبقى تبان لكم هاد الزواقه هذه. صافي عندي العجينه كيف ما قلت لكم درت 18 غرام. غادي نحيد هذا الراس. صافي كنحطها هنا، ولكن راه نوريكم الطريقه باش اللي غادي الاولى اللي كتعتمدوا عليها هي كديروها، كتقوسوا هاد الصباع ديالكم بحال هكا. هانتوما هكا تديروا بحال هكا، تدخلوه هنايا وكتبركوا، كتعطيك الشكل ديال الكعبه عاد تبقاي تقادي ليها الجناب بحال هكا وتعاودي تقاديها من هنايا. صافي وكتطلعي لها هذا الراس. الا عاد تنقشيها راه كتنقشي، الا ما عاد تنقشيها صافي كتخليها غير هكا بلديه. صافي كتبقى هكا. صافي صافي كدوزي الجرار مزيان، وها هي الكعبه واجده. صافي غادي نعاود نمشيو حيده اخرى.
الكعبه كون ما كانت الكعبه الورقه ديالها رقيقه، كون ما كتجيكم زوينه، ما كتجيش فيها العجينه بزاف. صافي هانتوما هكا كنضغط عليها بحال هكا بهذا الصبع ديالي هك، وكنحيد صبعي تنمشيها بحال هكا، ما كنخليش الهواء فيها. حاولوا تخرجوا داك الهواء كامل. صافي كديروا ليها هكا. الساعه نتوما كتشكلوها بيديكم، راه ساهله ما فيها حتى شي تعقيدات كاع في مره. غير الانسان يزعم ويديرها في دارو ويديرها لوليداتو، راها كتقام غاليه بزاف. تقام رخيصه. لا كتقام غاليه الا خدمتيها برا الزنقه، ولكن الا خدمتيها في الدار كتقام رخيصه. انا والله الا عندي الخدمه بزاف، والبارح بغيت نصيفط لشيماء، طلبت لي شويه ديال البريوات، والله الا دفعت ليها نص كيلو كيلو دفعت ليها البارح. خدمته لي واحد السيده ب 3000 ريال كيلو معبور، وقالت لي على وجهك، قالت لي راه كنخدمو ب 3200. كيف ما كتشوفوا الكعبه ديالنا هي ساليناها. دابا غادي نخليها نطلعها الفوق، غادي نخليها حتى تنشف مزيان حتى الغدا تبات ليله كامله. عاد ان شاء الله غادي نوض باش نخبزوها. درت واحد الشونطيو. الناس اللي عندهم مناسبات راه ما كديرش هاد الكعبه الكبيره، راه كدير هاد الصغيره هادي. هانتوما كيفاش كتجي، كتكون فيها شي 6 غرام. هادي ديال التريتور هو اللي كيخدم بها، لان فايته خدمتها انا مع واحد التريتور تبارك الله. راه هادي ماشي هي هادي ديال العيد، ديال العيد هكا داكشي. اما المناسبات كيديروا لهم بحال هاد الصغيورين هادو. وان شاء الله ملي غادي نبغيو نطيبوها غادي نشاركها معكم. البنات من بعد ما الكعبه ديالنا بات لينا ليله كامله، غادي نعطيكم واحد السر ما كاينش اللي غادي يعطيه لكم، وما عمر شي واحد شفتو ذكروا. انا بعدا حاليا ما عمر شي واحد قالوا لي. هذه خديتها من عند واحد السيده حلويه، قالت لي الله يجازيها بخير. الكعبه ملي بات ليله كامله شديت شويه الزبده بحال هكا، تندير لها غير في يدي بحال هكا حتى ما كتبقاش كتبان، وتندهنها كامله. ودهنتها بحال هكا كامله، راني كلها دهنتها. ودابا راه خديت ويبسات، بقات واحد الساعه حتى يبسات. هاد الزبده كتعطيها واحد البريو زوين وكتخليها فتيه بزاف. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. من بعد ما دهناها بالزبده كنجيب واحد الشوكه ابره تنحرقها. شفتوا راه ولات كحله، تنسخنها بزاف تشعل فيها العافيه، عاد تنبقى نثقب بها. كندير ثقبه هنا 1 2 3. هذه علاش انا كنديرهم هنا باش ما تنفخش. كنجي عاوتاني هنا من اللور تندير لها 1 2 3 ديال الثقبات منا. صافي كلها غادي نثقبها على هاد الطريقه هذه. وإلا عندكم الابره طويله ماشي مشكل تخرجوها من هنا. ها نتوما هكا الا خفتوا منها تنفخ لكم شي حاجه خرجوها، من الاحسن خرجوها من هنا. انا ما تنخرجهاش، ولكن ترد ليها البال الفران. الكعبه خصها الفران العافيه تكون مهيله وتكون كطيب غير في داك الصهد. هي غير كيبيض اللون ديالها صافي راها طابت. الفران خليه شويه محلول، ما تسدوش. الا سديتوه داك الضغط ديال الحراره كيطرطقها، كتنفخ شويه وكتطرطق. صافي دابا غادي نثقبها كامله، غادي ندخلها للفران. العافيه ديما مهيله والفران شويه مسم. وملي كتشوفها كتبدل اللون ديالها صافي كتهبطوها لتحت، كتجمع راسها. وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش ندهنها بشويه ديال البيض ديال البيض والسكر كلاصي، وكنرجعها غير كتشمع وكنخرجها. البنات الشكل ديال الكعبه ديالنا هو هذا. من بعد ما طيبناها وشديتها بانسيتها شويه بالبيض والسكر كلاصي، خلطوا البيض ديال البيض وبانسيتها شويه ودخلتها تشمعات. الكعبه راه كتجي زوينه والله العظيم. الا كتجي كدوب، شتي كدوبها هانتوما ما كتقدريش تديريها. هانتوما راها زعما وصفه ناجحه 100%. الطريقه لا ديال العجينه ولا ديال العقبات اللوز ولا كل شيء. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوناش من الاشتراك والابوني، وهذاك والابوني، والبارطاج مع العائله ديالكم ومع الاصدقاء والاحباب ديالكم. هادشي اللي كان غادي نقول لكم. السلام عليكم والى اللقاء.